كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وجينا بقى لأهم حاجة في رمضان وهي القطايف. طبعا القطايف واللطايف دي من الحاجات اللي احنا بنحب ناكلوها قوي قوي قوي، هي والكنافة. زي ما انا عودتكم لازم اعمل لكم الحاجات دي كلها، فحبيت النهاردة اعمل القطايف معاكم خطوة بخطوة بالعجينة بتاعتها بكل حاجة بكل تفصيلة فيها. وعاوزة اقول لكم بجد ان طعمها كان تحفة جدا 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 ومقرمشة وحلوة جدا. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة نحتاج كوباية دقيق. عايزة اقول لكم ان بكوباية دقيق عملنا كمية حلوة قوي، وطعمها كان حلو جدا. بعد ما نحط كوباية دقيق هنحتاج معلقة سكر ومعلقة من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونخلط بقى المكونات الجافة دي كده مع بعضها كويس جدا. وطبعا ما ننساش رشة الملح، يعني اي حد بينسى رشة الملح ما ينساهاش. وهنحتاج بعد كده كوباية من المية، وهنبدأ ان احنا ننزل بكوباية المية ونقلب. ولو احتاجنا تاني نبدأ ان احنا نزود مية واحدة واحدة لغاية ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. لو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. بس بعد ما قلبناها كويس انا حاسه ان احنا هنحتاج ميه، فانا حطيت زي نص كوبايه ميه كده، ان انا مليت الكوبايه وما استخدمتهاش كلها. وعاوزه بقى اقول لكم على مفاجاه واحنا كده بنخلط القطايف بتاعتنا. عاوزه اقول لكم على المسابقه بتاعه رمضان. ان شاء الله النهارده الساعه 11 اللي هو يوم الاحد الساعه 11 مساء هنعمل لايف جامد جدا جدا. هنكثف فيه 4 اشخاص، واول جايزة هتكون 500 جنيه، وهتبقى اسئلة دينية بمناسبة شهر رمضان الكريم. ودلوقتي بقى هتشوفوا السمك معايا، ده السمك اللي احنا عايزينه لعجينة القطايف، لان هي بتقعد ترتاح شوية كده وهتبدأ انها تتقل سيكة كمان زي ما انتوا شايفين كده بعد ما ارتاحت. وبس كده هنبدأ بقى ان احنا نسويها. بس قبل ما نسوي عجينة القطايف هنبدأ ان احنا نصفي العجينة بتاعتنا عشان لو فيها اي كتل آه يعني تتشال منها على طول. بدأنا ان احنا نغطيها ونسيبوها شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نسويها. انا بجيب المعلقة اللي هي المعيارية، وببدأ ان انا احط كده ايه في الطاسة. يعني الطاسة بتاخد واحدة عشان ما تتزحلقش مننا، فانا بحطها في نص الطاسة بالظبط. وببدأ ان انا ايه اسويها. لو عندكم حاجة كبيرة تقدروا تسووا كذا واحدة مع بعض. وجنبك بقى صينية وعليها قماشة اللي هي اللي بتبقى بيضة بتاعت الكسكسي اللي انا قلتلكوا عليها قبل كده دي. تبدأي انك لما تطلعي بقى القطايف بتاعتك شايفين النتيجة حلوة جدا، وما بتاخدش وقت في التسوية. يعني هي دقيقة واحدة بس وبتبقى استوت معاكي. تبدأي بقى انك انتي تحطيها وتغطيها باللي هي القماش اللي هو الابيض ده. تبدأي بقى ايه نبدأ ان احنا نسوي واحدة واحدة كده مع بعض، وهتشوفوا طريقة التسوية اللي بتحطيها وتسيبيها تستوي بقى كده لوحدها. هتلاقيها انها بقى بدأت انها تشد كده ولونها اتغير، شايفين؟ بس بعد كده تبدأي انك تشيليها، وكده تمام قوي وعجينة القطايف جاهزة معانا. وحبيت ان انا اعمل كذا واحدة قدامكم بالتفصيل علشان تبقوا فاهمين طريقة التسوية كويس قوي، لان دي بتبقى اهم خطوة في القطايف. بعد ما خلصنا الكمية ما شاء الله كوباية دقيق واحدة عملت معانا كمية حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده حاجة عظمة جدا جدا. هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا
نجيب بقى بيقولوا عليه ايه، المكبس بتاع القطايف اللي هو قدامكم تحت ده، هجيبه دلوقتي ناحية الكاميرا. حاجة كده جميلة جدا وبتسهل عليكي القطايف. انا دلوقتي بوريكم القطايف والكمية بتاعتها، ما شاء الله كانت كمية حلوة جدا. نرجع بقى لمكبس القطايف. مكبس القطايف ده بيسهل عليكي قفلة القطايف بطريقة بجد خرافية، فلو تعرفي تجيبيه هاتيه بجد، هيسهل عليكي جدا اكتر من الايد وكده. ودي الحشوة اللي احنا هنحشيها، سوداني وزبيب وجوز الهند. طبعا بنحط السكر جوه القطايف. هنجيب بقى دلوقتي عجينة القطايف كده، ونحطها في المكبس كده زي ما انتم شايفين على الوش كده. تبدأي انك تجيبي معلقة صغيرة وتحطيها في نص القطايف، وتبدأي انك انتي تكبسي بالمكبس زي ما انتي هتشوفي دلوقتي كده. بجد سهلة جدا وحلوة قوي. وانا في الاول هنا ما شلتش الزياده اللي كانت المفروض انها بتطلع من القطايف، فيه زياده كده ما شلتهاش. بس بعد كده ما اخدت بالي بدات ان انا اشيل الزيادات دي بس. وبكده طلعت معاكي قطايف وعمرها ما تتفتح في الزيت خالص، بالمكبس ده بجد حلو جدا. وطبعا حاجه ممتعه جدا انك انتي تحشي القطايف دي، بتبقى حاجه جميله جدا. زي ما انا قلت لكم كده، اخدت بالي بقى من الزياده وبدات ان انا اشيلها، وفعلا شكلها كان احلى. وجبت اول واحده وكبست، يعني حطيتها في المكبس تاني وشلت الزياده منها. فكان شكلها جميل جدا جدا جدا، وحاجه سهله كده. بتسهل عليكي العمايل قوي بجد. هي مكبس القطايف ده من الاختراعات اللي يعني عايزه اقول لكم ايه، فعلا اللي سموه اختراع بيسهل عليكي حاجة جامدة جدا. لان القطايف بتتفتح مننا في الزيت، ودي الشكوى العامة ان احنا بنعمل قطايف في البيت وبتتفتح مننا في الزيت. طب نعمل ايه؟ الحل اهو، اللي هو المكبس بتاع القطايف. وبكده نكون حشينا الكمية بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين كده رصيت الطبق بطريقة حلوة. وطبعا شكلها تحفة جدا. كان هين عليا اكلها كده وهي نية، بس استنيت بقى لما ايه، قليناها في الزيت. وقلية الزيت برضو حاجة مهمة قوي يا جماعة، لازم تقلوها في الزيت بطريقة كويسة علشان ما تطلعش منكم طرية. وان شاء الله في فيديو تاني للقطايف، مش ده الفيديو الوحيد اللي للقطايف. لان انا هعمل لكم قطايف مفتوحه كده وبيبقى جواها بقى شوكولاته بقى، وهقول لكم بقى الطريقه الصح ان احنا نعملوها في البيت ازاي، زي بره بالظبط. دلوقتي انا كنت بقلي يهود القطايف في الزيت. يكون النار عاليه على الزيت طبعا عشان ما تشربش زيت. وهنبدا ان احنا نطلعوها، وبعد كده وهي سخنه على طول كده نحط عليها العسل. طبعا هنا بقى انا حبيت ان انا احمسكم، وكنت هنا بعمل التمر، فانا قلت لازم اجيب اللقطة دي عشان احمسكم لعمايل التمر. لان في فيديو عصاير ان شاء الله هينزل بكرة بالكتير قوي ان شاء الله، هيكون جاهز معايا ونزل على القناة. وبكده القطايف تكون خلصت، وحطينا العسل على القطايف، وكده جاهزة على الأكل، وكان طعمها خطير جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي أنا وماما في المطبخ. وأشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. باي باي.